السلام عليكم، أهلا بيكي معايا في نانا شانيل. اليوم إن شاء الله هنعمل مع بعض كريم لإزالة التجاعيد وتفتيح المناطق الداكنة في البشرة عامة، وممكن كمان تحطيه تحت العين. يعني مفيد وحلو جدا، واحنا عارفين فوائد المواد الطبيعية أكتر بكتير من الحاجات اللي بنجيبها من بره، وكمان مع الاستمرار بتجيب نتائج جميلة. ومن مطبخنا مش هنغرم أي حاجة. معايا نص كوباية مية ورد، معايا معلقة نشا صغيرة، معايا معلقة خميرة صغيرة، او حسب ما انت حابه ماده الربط تبقى قد ايه. استخدامك للكريم عايزاه خفيف ولا تقيل. بتفضلي تضيفي المكونات النشا وميه الورد بالطريقه دي. اما معلقه الخميره فهي 5 جرام بس، وتحطيهم. ترفعي كل المكونات ده بعد ما تقلبيه باستمرار لغاية ما يدوب. ترفعيه على النار لغاية ما يرتبط معاكي ويبقى مرتبط بالشكل ده أو مترابط بالشكل ده، والقوام زي ما انت حابة طبعا بالشكل ده. هاسيبه يبرد، وبعدين هضيف إليه المواد اللي هتخليه مغذي للبشرة وكمان مرطب، وكمان يبقى يفضل معايا فترة طويلة حلو وما يجرالوش حاجة. هضيف هنا معلقة جريسلين أو جيرسلين، مش عارفة بتقولوها ازاي في بلادكم. اللي ليه اسم معين، أنا عندي اسمه جريسلين. فبحط عليه معلقة، وكمان مع معلقة زيت لوز حلو، واي زيت مهدئ للبشره زي اللافندر زي البوننج. اي زيت مهدئ للبشره بتحبيه وريحته حلوه حطيه برضو، بس ما يكونش برفانات. زيت مهدئ للبشره ومكتوب عليه لتهدئه البشره. انا حطيت هنا نقطه زيت لافندر بس بعد ما برد، وطبعا هبدا استخدامه. بعد ما بيبرد الخليط بتحطيه في علبة وتبدأي تستخدميه. طريقة الاستخدام بتستخدميه يوميا، ممكن على البشرة ما يجرالوش أي حاجة منه. بعد ما بتستخدميه تحطيه على بشرتك وتفركيه كويس. أول ما هتلاقيه تشرب البشرة، وتفضلي بيه ساعة أو نص ساعة حسب ما انتي تقدري تستخدميه، ولكن أنا بفضل بسيبه شوية، يعني حوالي نص ساعة، وبعدين بغسله. حلوة جدا، يعني برطب بشرتي بعده بأي حاجة عندي، أي زيوت من اللي بحبها للترطيب. وبفضل كمان زيت اللوز أو زيت الزيتون أو زيت جوز الهند زي ما انت حابة، أو تعملي ميكس بينهم. بناخد منه كده على الإيد، شايفة؟ حلو جدا، وتحسيه ان هو فعلا زي الكريم بالظبط. وكمان في لمعة الزيوت عطياله ترطيب كده وطراوة. ما بيجفش على البشرة أبدا، ولكن بتلاقيه بعد شوية البشرة اتشربته. انتي بعدين بتشطفيه وتحطي أي نوع زيت مرطب زي ما انتي حابة برضو. ممكن تستخدمي زي ما أقولك زيت زيتون، تستخدمي زيت اللوز، تستخدمي زيت جوز الهند، تستخدمي ميكس بينهم زي ما انتي حابة. أنا بفضل الحاجات الطبيعية، بتكون مفيدة جدا للبشرة وما بتعملش ضرر. يعني لا ضرر ولا ضرار، زي ما بيقولوا أي شيء طبيعي ما بيضرش. وشايفة الكمية كبيرة ازاي. وبكده أكون وصلت لنهاية فيديو النهاردة. أتمنى يكون الفيديو نال إعجابكم، وأشوفكم في فيديو جديد. وما تنسيش الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس على الكل ليصل كل جديد. سلام عليكم.